كم عيد للإيزيدية وما تسمية هذه الأعياد؟ طبعا لدينا أعياد كثيرة حقيقة يعني لأننا نمتد بذور عميقة بالتاريخ يعني لو ترى الأعياد الموجودة في اليزيدية، لكن هناك أعياد نسميه جشنة مازن، الأعياد الرسمية يعني رسمية 100%. مثلا لدينا رأس السنة، عيد رأس السنة هي طبعا هي امتداد أيضا للأعياد الرسمية للمثرائية. لدينا أيضا قبل فترة كان عندنا الصوم لدى الإيزيديين فرض 3 أيام، وبقية الأيام تزيد من خيرك يعني للاسم، تزيد من قوة العلاقة بينك وبين إلهك رب العالمين إذا تريد أن تكون. ولكن الفرض 3 أيام فقط، كان يوم 15 16 17 ويوم 18 كان عيد، يعني 3 أيام ثم تفطر في اليوم الرابع. لدينا عيد الجمعة في المعبد، لدينا بعض الأعياد مثلا في المعبد فقط، لا عند الإيزيدية البقية في القرى والمناطق الأخرى لا. معبد مثلا لدينا عيد الجمعة 7 أيام، ولدينا عيد نهاية أربعينية الصيف وأربعينية الشتاء. لكن في الشتاء كما تعلم أنه طقس بارد جدا، لا يتم أداء الطقوس هناك، في مجرد بسيطة في كم ساعات. ولكن في نهاية المربعينية الصيفية هناك طقوس لمدة 3 أيام. أربعينية الشتاء هل لها علاقة بكلمة لدينا حكمة كردية عن خضر إلياس في الشتاء؟ أيضا لدينا خضر إلياس، وقلت لك أنا ولدينا العديد، لدينا شغايالدا أيضا لدينا كما الأرسانيين يعني كتن شغايالدا عندنا خضر إلياس، وعندنا عديد عندنا العديد من الطقوسات وكذا. هناك أيضا عشائر لديهم طقوسات خاصة أيضا يعني. الحكمة الكردية تقول خضر إلياس قضاء قودك قش خلاص، بمعنى في خضر إلياس ينتهي المرض، ينتهي كل شيء. يبدو أن الحكمة أيضا لأنه يعتبر نهاية الشتاء، شتاء قارس جدا يعني، شتاء بارد يحمل معه الآلام والعذابات، وكان الإنسان لا يستطيع الخروج، وكان مواشيه قد خلص علفه، كان كل شيء يعني. فنهاية المأساة تعتبر يعني في خضر إلياس، يعتبر نهاية المأساة.